عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن بسله. طاجن بسله بالجزر وطاجن البطاطس. بس احنا هنا لسه البطاطس غسلناها وقطعناها عشان اللي ما بيحبش البسله هياكل، يبقى في بطاطس، يبقى في بديل يعني موجود معانا. هنعملها باللحمه. احنا ايه سالقين اللحمه. هنبدا بس الاول نعمل البصل الاول. نعمل البصل الاول، نسبك الطماطم وكده. فهنحط البصل، حطينا البصل وحطينا ماده دهنيه. طبعا انا مش هعمله ني في ني. عندي الحقيقه الولاد ما بيحبوش ني في ني، فانا كده كده هسبك الطماطم والبصل. هياخدوا تشويحه الاول، كمان الخضار هتاخد بس تشويحه بسيطه قبل ما نحطها في الطاجن، عشان ما تاخدش كمان وقت مننا كتير في الفرن. لكن اللي حابب يعملها ني في ني مفيش مشكله يا جماعه. يعني احنا بنشوف عارفين الطريقه، بس بنشوف الافضل، يعني الافضل واللي الكل بيفضلوا ايه، الطريقه اللي بنفضلها ايه. رجعت لكم تاني. احنا هنا كده البصله اتحمرت، فهنحط عليها الطماطم. احنا نسيناها شويه الحقيقه. طبعا بتكون معلقه نظيفه يا جماعه. نقلب البصله كويس. نعلي النار. طبعا كنت مهديه النار خالص. نبدا نعلي النار عليها، وهنبدا ننزل بالبسله تتشوح شويه قبل ما نحطها في الطبق. طبعا هنحط لها رشه ملح ورشه سكر زي ما احنا عارفين. هنحط لها رشه ملح ورشه سكر. هنحط لها دلوقتي رشه ملح ورشه السكر ورشه الفلفل اسود. دقيقتين كده بالظبط، وهنبدا نحطها ايه في الطاجن. احنا هنبدا نحط اللحمه الاول في الطاجن، وبعد كده نحط فوقها البسله ونحط شويه الشوربه عليها عشان نظبط الصوص بتاعها زي ما انتم شايفين. طبعا هنشيل لو في بصل وفي حاجه ننزله. ناخد بقى البسله ونحطها في الطاجن. احنا كده خلاص هنطفي عليها. الحقيقه الايدين ولا لها لازمه، سخنه جدا. نجيب بقى اي حته بتاعت المطبخ معانا وهنبدا ننزلها لو انتم شايفين. هنبدا ننزل البسله كلها بالصوص بتاعها طبعا والبصل وكله. هنبدا بقى نحط لها الشوربه بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده احنا احنا خلاص خلصنا الطاجن البسله باللحمه، حطيناها فيها. هو لسه بقى ايه، وظبطنا الطماطم بتاعته ولسه هتتحط في الفرن. هنبدا نعمل بس البطاطس. هنقطع لها البصلايه بتاعتها طبعا عشان نحطها فيها، وبعدين نبقى ناخدها ايه، نحطهم الاثنين في الفرن في نفس الوقت. طبعا البطاطس احنا بنحط لها البصل شرايح. هنا معانا البطاطس، حطينا البصل
البصل وحطينا البطاطس اهوت زي ما انتم شايفين. لسه الصلصه طبعا. طبعا بنحط على قد ما الطاجن ياخد بس يا جماعه. هنجيب له بقى الصلصه بتاعته. زي ما انتم شايفين احنا خلصنا الطاجن. البطاطس هنا حطينا عليه الصلصه بتاعته والبصل، وهنا والملح والتوابل طبعا. وهنا طاجن بسله باللحمه حطيناه فيه الحاجه بتاعته والطماطم وكل حاجه. احنا هنبدا دلوقتي نحطهم في الفرن يستووا، وبنبدا نعمل ايه، حبه رز كده محمرين بالشعريه، رز ابيض، حسب ما احنا عايزين يا جماعه. دلوقتي بقى هنعمل ان شاء الله الرز بقى معانا. انا حطينا هنا السمنه على النار، على النار عليها شويه. طبعا لسه البسله وطاجن البطاطس في الفرن لسه ما خلصوش، فشويه كده اول ما يخلصوا ان شاء الله هنطلعهم له. نسيح بس السمنه الاول. وهنبدا ننزل عليها الشعريه. نحاول بقى ناخد بالنا منها عشان ايه البصل احنا حمرناه شويه زياده. واحنا كده الشعريه قربت تتمرر يا جماعه، لونها ذهبي. فهنبدا نحط الرز طبعا احنا غسلناه. ممكن اول ما يبدا يكون هنعمل شعريه بالزيت يعني عشان ما تاخدش وقت، ممكن نغسله ونسيبه نصفيه ونسيبه شويه يعني دقيقتين 3، مش هيجراله حاجه. كده احنا وصلنا للون اللي احنا عايزينه، فهنبدا ننزل بقى كله. هنجيب بقى الملح معانا، رشة الملح. وهنجيب المية. طبعا احنا بنحط المية دوب تغطي بس يا جماعة الرز، تغطيه. ممكن كمان تكون مية دافية يكون احسن. كده بقى هنبدأ نسيبه يغلي. اول ما يبدأ يغلي هنهدي عليه النار. طبعا معاكم زي ما انتم شايفين احنا خلاص الطواجن خلصت. هنطلعها بقى طبعا على السفره. ومعانا الرز بالشعريه زي ما انتم شايفين عملناه اهوت، وحطينا طبعا الشوربه في الاطباق. والسلطه طبعا خرجت الحقيقه عشان احنا اتاخرنا شويه. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والهنا والشفا.